السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل برده معاكم فيديو جميل. انتوا عارفين طبعا ان انا بحب اعمل كل حاجه معاكم، حتى اي فيديو معاكم، حتى لو اكل الفراخ بحب اعملها معاكم. ماشي؟ طيب انا النهارده بقى هعمل ايه معاكم؟ لقيت عندي عيش كتير في التلاجة ما كانش اتاكل، كنا عاملين كشري وكنا عاملين رز وكده ومكرونه وحاجات، فما كلناش العيش. فقلنا طبعا في الوقت دوت وفي الزمن دوت اللي احنا قاعدين فيه ما ينفعش ان احنا نرمي لقمه زي دي. رحت بقى لميت العيش بقى، انا ما كنتش فاضيه اصلا، انا متعوده اصلا لما بيفيض رغيف او اتنين او لقمتين بحطهم في كيس صغير وبحطهم في الفريزر. فدلوقتي لقيت بقى كميه عيش كتير عندي، قلت والله لا حرام بقى، مش هينفع ان انا اركنهم كده وخلاص. والله العظيم ساعات الواحد بيحتاج للقمه والعيش اساسا مخسع اليومين دول عند الناس كلها. فقلت لا انا هشيلهم وهخزنهم في الفريزر. وهنشوف بقى، احنا جبت اكياس اهوت اهو، لازم تكون لا اما اكياس بيضه، انا ما لقيتش اكياس بيضه، يا اما اكياس فاتحه زي كده. ماشي؟ قلت انا هشيل بقى شويه عيش واشيلهم في الفريزر، اكيسهم كده واشيلهم. حتى الانصاص لقيت انصاص كده، قلت والله لا حرام برضه هشيلها لاني ممكن احتاجها برضه. ماشي؟ فقلت ايه، قلت لا احنا بقى هنخزنهم وهعمله فيديو معاكم عشان كمان انتوا تستفيدوا من الفيديو دوت، انتوا تستفيدوا من الفيديو ده برضو. ايه؟ عشان حرام برضو، احنا في زمن دلوقتي ما ينفعش ان الواحد يرمي لقمه، حرام. وده عيش برضو حلو ومع انه بايت والله، بس انا قلت برضو لازم ان انا اعمل فيديو معاكم. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي جبنا، لازم برضو ما يكونش اكياس سودا زي ما قلت لكم، لازم يبقى اكياس ايه فاتحه زي كده. ماشي؟ ونضيفه ومغسوله وكل حاجه. قلت هشيل بقى العيش بتاعنا كده اهو، اهو كده اهو، خليكم معايا اهو، نسويهم كده فوق بعض. بس ما يكونش الكيس مخروم علشان خاطر ايه، ما يكونش الكيس مخروم يا جماعه علشان خاطر ما يدخلش ميه في العيش. ونربطه ربط، انا حطيت شويه على حسب ما انت ما عايزه، انت ممكن تحط 10 تحط 5 تحط بس انا لا، انا عشان انا ما عنديش اكياس فانا هحط كام لقمه تاني كده. ماشي؟ وتسويهم كده حلو. ماشي؟ وتفرطيه وتيجي من فوق كده تربطيه ربطه حلوه، تشيليه في الفريزر. اول بقى ما تحتاجي رغيف هتروحي تعملي ايه، هتحشي كيس العيش وهتطلعي منه الرغيفين، هتلاقيهم ناشفين كده زي الطوب. ماشي؟ هتروحي تحطيهم تفرطيهم كده تلاقيهم ساحين، او تقمريه على طول هتلاقيه صح على طول. ماشي؟ فاحنا هنعمل الكيس التاني اهو. بسم الله، بتنفضي الكيس كده اهو، وتفتحي كده وتحطي، تحطيهم تسويهم كده. مش عيب لما تحافظوا على اللقمه دي، مش عيب خالص لما تحافظوا على اللقمه دي، والله العظيم هتلاقوا بدل ما تنشفوها وترموها للفراخ فحرام. اهو كيس صغير هنخش اهو. كمان حاجه تاني، يعني انت لو مثلا ما عندكيش عيش وجارتك جت طلبت منك عيش، ما تكسفيهاش وتقولي لا ما عنديش، يمكن كانوا هيبقوا جعانين وما فيش عيش عندهم، ولا كانت تطلب منك رغيفين عشان يتعشوا ولا حاجه، مش هتكسفيها وهتلاقيها طلعت لها من الفريزر، هيبقى كتر خيرك اهو، ما خسرناش اي حاجه اهو. تفرطيهم كده وتحطي على قد ما انت ما عايزه اهو اهو. مع انه بايت بس برضو لازم ان احنا ايه نحافظ على اللقمه يا جماعه. والله في الزمن ده بالذات، في الزمن ده كنا في الاول كنا ممكن نركنه للفراخ، نركنه مش عارفه ايه، لكن لا اهو حرام. وبعد كده تربطيهم كده اهو، وهيقعد معاكي، ده ممكن يقعد معاكي شهر، ممكن يقعد معاكي شهر كمان. بصوا احنا كده خزنا الايه العيش بتاعنا اهوت. ماشي؟ وبتحطيه بس اهم حاجه الكيس ما يكونش مخروم. ماشي اهوت، زي ما قلت لكم اهوت، خزنا العيش بتاعتنا بالطريقه السهله الجميله.